السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد. وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هننفذ موديل جميل جدا 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 وسهل وبسيط ومش مكلف خالص يا بنات. هننفذ الوردة دي بكور البونبون، او اللي ينفع برضو نستخدم فيها الورد الفوم، وينفع نستخدم فيها الورد التل. تمام. وينفع نستخدم فيها الورد الصغير دوت. موديل جميل جدا جدا، اللهم بارك، وسهل وبسيط خالص يا بنات. طبعا انا عملته بكذا لون، اللهم بارك. هنا انا عملته بكور البونبون ما شاء الله، جميل جدا يا بنات، اللهم بارك. وهنا انا عملته بالتل واللي هعملها معاكم هعملها بالتل ان شاء الله باذن الله. تقدري تشتغل على حسب المتاح عندك. تمام. طبعا الخيط دوت يا بنات جميل جدا، هو خيط فروديل القطه. تمام. بس ما كانش عندي الشريطه دي، فعملت منهم الكارتين دول. تمام يا بنات. الموديل اللي هعمله معاكم هستخدم فيه خيط السلسله. تمام. نبتدي ناخد المقاسات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج يا بنات ستان عرض 4 سنتي وطول 8 سنتي. تمام يا بنات. هنحتاج 5 قطع ستان نفس المقاسات يا بنات. تمام. 5 قطع بنفس المقاسات يا بنات. تمام. وهنحتاج قطعة خيط سلسلة طول 20 سنتي يا بنات. تمام. خيط سلسلة طولها 20 سنتي. وهنحتاج كور على حسب المتاح عندك، كور تول او كور بونبون او ورد فوم، او ورد اللي هو الجوبير دوت، على حسب المتاح عندك. والفص ده برضو ممكن تغيريه عشان ما تكلفيش في الكارت بتاعك. تمام. فممكن تغيريه بأنصاف لولي او في ورد صغير بلاستيك كده بيكون رخيص. تمام. وكليبس 4 سنتي ودايرة كوخ القطر بتاعها 3 سنتي يا بنات. تمام. هنبتدي نشتغل في الموديل مع بعض، سهل وبسيط خالص يا بنات. طبعا انا مش هقطع الستان قبل ما ابتدي معاكم. تمام. فمش هحتاج ان انا اشيطه تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام. هنبتدي نجيب الستان بتاعنا ونحدد الجزء المنتصف. تمام. بايدينا كده. تمام. عشان هنشتغل على المنتصف يا بنات. تمام. هنبتدي نعمل زي مثلث كده. تمام. ونبتدي نرجعها تاني للخلف بالطريقة دي. تمام. ونبتدي من تحت يا بنات نخيط. بسم الله. 1 2 3. اهم حاجة يا بنات نخيط كل الاطراف، ما نسيبش طرف واحنا بنخيط. تمام يا بنات. هنبتدي من تحت وننهي تحت. تمام. بالطريقة دي هنشد الخيط، هنجيب الطرف التاني. تمام. بالطريقة دي وناخده على فوق كمان. تمام يا بنات. بالطريقة دي. تمام. احنا بنخيط الجزء المقفول معانا. تمام. الجزء التاني بيكون مفتوح بالطريقة دي، فبنسيبه مفتوح. هنبتدي من تحت يا بنات. 1 2 3 4. تمام يا بنات. وكده بنكون خيطنا اول قطعة معانا. هنبتدي نجيب باقي القطع نعملها بنفس الطريقة. تمام يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نحدد المنتصف بايدينا ونعمل زي مثلث، ونرجع المثلث ده لورا تاني بمثلث صغير، ونبتدي خياطة من تحت. 1 2 3 4. تمام. هنجيب الجزء التاني برضو بنفس الطريقة كده بقى مثلث، نقسم المثلث على 2 تاني يا بنات. تمام. ونبتدي هنخيط برضو 4 غرز. 1 2 3 4. تمام يا بنات. بالطريقة دي. طيب شايفين دي بقت كده ودي بقت كده عادي. هننزل لفينها بس كده بتبقى انقلبت في الخيط، عشان ما تقوليش اللي احنا خيطتي غلط او كده، لا. تمام. برضو هنبتدي نخيط المنتصف كده
ونرجع نجيب نعمل مثلث كبير، وبعدين نقسم المثلث ده 2. تمام. ونخيط من القطعة المقفولة دي 4 غرز. هنبتدي من تحت. تمام. وننهي تحت. تمام يا بنات، بالطريقة دي بدينا من تحت ونهينا تحت. تمام. هنبتدي نجيب الجزء التاني. تمام. بالطريقة دي هنبتدي نطلعها لفوق تاني كده، وهنبتدي نخيط 1 2 3 4. تمام يا بنات. موديل سهل وبسيط ومش مكلف خالص يا بنات. بتمنى الموديل يعجبكم، ينفع جدا لشغل العيد زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده، اللي هي اي موديل اللي نازل فيه وردة من تحت كده بيكون موديل يا بنات ترندي. تمام. تمام يا بنات. هنبتدي نكمل خياطة بالطريقة دي. تمام. 1 2 3 4. تمام يا بنات. هنبتدي نجيب اخر قطعة معانا. تمام يا بنات. هنحدد المنتصف بالطريقة دي، ونجيب جزء عملنا مثلث كبير، ونقسم المثلث على 2 يا بنات بالطريقة دي. تمام. اهم حاجة تكون الاطراف قد بعضها يا بنات. تمام. ونبتدي نخيط 1 2 3 4. تمام يا بنات. بالطريقة دي هنبتدي من تحت وننهي تحت. تمام. هنبتدي نجيب الجزء التاني بنفس الطريقة يا بنات. تمام. 1 2 3 4. تمام يا بنات. نبتدي هنشد الخيط بتاعنا، نظبط الاول الوردة بتاعتنا. تمام. بيكون على جنب واحد، سواء انت هتعملها على الجنب ده او الجنب ده. ناخد بالنا ان كل الورد على نفس الاتجاه. تمام يا بنات. وهنبتدي نربط الوردة بتاعتنا. تمام. ونشدها كويس، بس اهم حاجة ان احنا نشد الوردة بتاعتنا كويس. ونبتدي نربط كذا كذا مرة عشان نتأكد ان الوردة بتاعتنا مربوطة كويس وثابتة. تمام يا بنات. بالطريقة دي هنبتدي نقص الخيط الزيادة بتاعنا. تمام. وبكده نكون عملنا الوردة بتاعتنا. تمام يا بنات. سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. هنبتدي نجيب الورد التل بتاعنا. تمام. هيكون الشمع معانا سخن يا بنات. تمام. هناخد نقطة من الشمع في المنتصف كده، ونبتدي نحط خيط السلسلة بتاعنا. تمام. ونضغط طبعا عشان هو بيكون سخن، ونضغط بأي حاجة كده. تمام. ونبتدي نقفل على بعض بالطريقة دي يا بنات. تمام. اهم حاجة بس ما نحط الشمع كتير عشان ما يبهدلش الدنيا معانا. زي ما انتوا شايفين كده طريقته سهلة خالص. تمام. هنيجي في الجزء التاني، هو مفتوح بالطريقة دي. هنحط كمان نقطة شمع فيه بالطريقة دي عشان يلزقوا في بعضه كده، فيبان ان هو زي ايه، زي وردة او كرة بالطريقة دي يا بنات. تمام. طريقتها سهلة جدا وبسيطة خالص. برضو هعمل معاكم القطعة التانية. تمام. هنبتدي نجيب نقطة نجيب الاول المنتصف، ونجيب الشمع ونحط الخيط. تمام. ونبتدي نضغط
عليها باي حاجه بالطريقه دي. تمام يا بنات اهي. هنمسكها بس لمده دقيقه كده او اي حاجه. تمام لحد ما نتاكد ان هي ايه لزقت في بعضها كويس. تمام يا بنات. وهنبتدي نقفل الناحيه التانية عشان تظهر معانا زي كوره يا بنات. تمام بالطريقه دي. وكده نكون خلصنا القطعه بتاعتنا. تمام تمام يا بنات. هنبتدي نجيب، طبعا ناخد بالنا يا بنات ان هي هتكون واحده شمال واحده يمين. تمام يا بنات واحده شمال واحده يمين. طبعا انا دي عاملاها شمال فهعمل التانية معاكم يمين بالطريقه دي. تمام هنبتدي نحط نقطه شمع كده جنب الكليبس. تمام من فوق نقطه بسيطه. تمام ونمسك القطعه دي. ممكن نحدد بوج المنتصف لو انت هتعملي كميه، نحدد ايه نمسكها بكليبس كده عشان نبقى محدده معايا المنتصف ومتاكده الاتنين قد بعض يا بنات بالطريقه دي كده. تمام اهو بس. فهنمسكها كده ونبتدي نلزقها كده في الكليبس. تمام يا بنات. لو انت هتعملي كميه الافضل ان انت تمسكيها بالكليبس كده عشان يكون سهله معاكي، مش كل مره تقعدي تحددي المنتصف بتاع الكور. تمام يا بنات. هنبتدي نجيب مسدس الشمع. تمام نحط نقطة شمع كويسة عشان نلزق الوردة بتاعتنا. تمام يا بنات بالطريقة دي. ونبتدي نجيب الوردة بسم الله الرحمن الرحيم ونلزق الوردة بتاعتنا بالطريقة دي يا بنات. تمام بالطريقة دي نكون لزقنا الكليبس بتاعنا. تمام يا بنات. وبكده خلاص نكون خلصنا الموديل بتاع النهارده. هنبتدي بس نحط الفص بتاعنا يا بنات. تمام تمام يا بنات. كده انا حطيت بستخدم اللزق ده جميل جدا على فكرة يا بنات، مش بيخلي الشغل يفك نهائي. تمام هنبتدي نفرده بالطريقة دي ونستخدم نقطة صاروخ معاه. تمام عشان نتأكد ان الفصل لزق كويس جدا. هنبتدي بس نمسكه زي ثواني كده لحظات. تمام يا بنات. وبكده هنكون خلصنا الموديل بتاع النهارده. بتمنى يعجبكم واتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات. تمام يا بنات. موديل سهل وبسيط خالص ومش مكلف خالص. زي ما موضح معاكم كده في الصورة، وتقدري تستخدميه بالخامات اللي عندك على حسب كور البونبون او كور التل او ورد الفوم او اي حاجة عندك يعني تقدري تستخدميه فيها. تمام. وهنا انا كنت مستخدمة في الخيط هنا فرو ديل القطة وهنا خيط السلسلة.
تمام. طبعا بالنسبه في بنات هتسالني هتقولي طب خيط الحظاظه، لا خيط الحظاظه مش هيكون مناسب خالص لانه خفيف جدا جدا جدا. مش هيكون ثابت في الورده. تمام يا بنات. وكده خلصنا الموديل بتاع النهارده، وشكرا على كل اللي متابعني، شكرا لكل البنات اللي بتدعمني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.